بيبتدي مع ريليانا البنت الجميلة دي اللي قاعدة وهي بتفكر في حياتها الغريبة، حياتها زي الخيال. وبنرجع للقطة من حياتها السابقة، كانت حياتها كلها مشاكل، هوب كل المشاكل بينحلوا. بتفضل تعيط من الفرحة لغاية ما بيجي الشخص الغريب ده وبيزقها من البناية. ولما بتصحى كأنه حصل سحر، بتلاقي نفسها في قصر وحواليها خدم وحشم، وبتقول دلوقتي انتقلت لعالم مختلف خالص، ودلوقتي وقت الفطور. ودي اختها روزماري، طبعا انا هناديلها روز. وبيقول لهم باباهم يلا خلينا نفطر قبل الاكل ما يبرد. روز بتقول لهم انا حلمت حلم جميل جدا وكأني بطير. ليليانا بتفضل تضحك وبتقول بجد انا مبسوطة في حياتي الجديدة، بس يمكن مش هطول واخرتي هتكون الموت. بس انا لازم اعمل حاجة علشان مش هسمح ان حياتي تتغير. وده خطيبها، طبعا ده طماع ومفيش حد يعرف. وبتقول انا لازم اتخلص منه، تطلب منه ان هما خلاص ينفصلوا عن بعض. بس هو كأنه مش فاهم اي حاجة، بيفضل يغير الموضوع. بتحاول معاها كمان بس كأنها بتتكلم مع حيطة. هنا بتقول لها ده لازم خطة بقى، تشتري الكتاب ده ازاي تطفشي خطيبك، ودي اول خطة ليها انها تكب العصير على راسه. بس هو بيقول لها خلاص مفيش مشكلة يعني، وبتطلب منه ان هو يعزف على البيانو. ولما بيبدأ يعزف بتسيبه وتروح، وبتقول اكيد دلوقتي هيقول ان احنا لازم نسيب بعض، بس بيتصل فيها انهم لازم يتقابلوا بكره. هنا بيروحوا علشان يصطادوا، وبيقول لها هو انتي بتعرفي تمسكي البندقيه؟ بتقول له طبعا. ولما بيديها بيقول لها يلا نعيشي كده، وبتكون هتضربه على راسه. طبعا لما بيتخض كده بتكون مبسوطه، وبتقول اكيد دلوقتي هيسيبني وهيقول مش هكمل مع البنت المجنونه دي. تاني يوم بيطب عليها من عند الصبح. بتقول له بس احنا ما قلناش ان احنا هنتقابل مع بعض. بيقول لها هو احنا مش مخطوبين؟ وبيمسك ايدها كده. هو بيقول لها انا عارف انت بتحاولي تعملي ايه، ان احنا نسيب بعض صح، بس طبعا مش هسيب كل الفلوس والنفوس دي علشان عيونك، علشان كده ما تحاوليش، مش هسيبك وهفضل معاكي للنهاية. هنا بيكونوا معزومين في حفلة، وبتقول انا لازم اموته فورا، بس دلوقتي لازم افكر في خطة تانية لغاية ما بيظهر الامير ده. شوفوا الوسامة عاملة ازاي. وطبعا ده امير نوح وليه هذه المملكة، وفي خناقة دايرة ما بين نبناء والأغنياء، واللي ممنوع عليهم يكونوا نبناء حقيقيين. بس في ختم اختفى علشان ينفذوا القرار ده، وهو نفسه ولي العهد. ودي هتكون ورقة كسبانة بالنسبة لريليانا، علشان هي الوحيدة اللي عارفة القصة دي وعارفة الحقيقة مين اللي سرق الخاتم. هنا مش بتلاقي نفسها غير وهي واقفة قدامه، وبتقول انا اول مرة اشوفه اصلا، ازاي هتكلم معاه؟ لغاية ما بيقولها هو انت عايزة حاجة؟ وبتتفاجئ. هنا بتتصرف معاه بلباقة كده يعني، وبتعرفه بنفسها. طبعا هو بيقولها انت ريليانا البنت الصغيرة صح؟ وبتتفاجئ من كلامه معاها كده. طبعا بتقول ايه ده، هو انا خلاص ليه سرحانة في جماله كده، مش هسمح ان انا انخدع في القناع الجميل ده. وبتقوله اتمنى ان انت ما ترفضش طلبي ليك ان احنا نتفق مع بعض. بيقول لها اتفاق؟ بتقوله ايوه الموضوع متعلق بالخاتم، وافهم انت ولا انت عايزه اكشفك؟ وبيفضل يضحك كده. بتقولي الابتسامه دي مش غريبه عليا، عنده وشين. وبيقول لها يلا قولي لي على الاتفاق بتاعك علشان افهم الموضوع. هنا لما بتيجي علشان تقوله بيجي خطيبها بروكس، وبتقوله مش وقتك خالص، تفضل تفكر هعمل ايه دلوقتي. بس طبعا بتقول يمكن دي فرصتي علشان اتخلص منه. بتروح عند الامير نوح وبتمسك ايديه، وبتقوله بصراحة احنا بنحب بعض. بروكس بيتفاجئ، وطبعا هو كمان بيتفاجئ، بس بيلعب معاها الدور وبيحط ايديه على كتفها. بتقول ايه ده، هو فهمني يعني ولا مش مصدق نفسه؟ وبيقول ايه اللي بيحصل هنا. بيجي علشان يمسكها، بس طبعا بتقوله ما عندكش وقت خالص تتكلم معايا. بيجي هنا وبيقولها هو انت بتقولي ايه، مش احنا مخطوبين؟ وبتقوله انت ليه ماسكني كده، اصل ايدي وجعاني. وطبعا الامير هيتدخل وبيقوله ما اسمحلكش ان انت تلمسها خالص علشان هي دلوقتي محسوبة عليا. وبيطلب من رجالته ان هم يوصلوها البيت. هنا بروكس بيقوله هي خطيبتي على فكرة، وبيقوله خلاص ما بقتش خطيبتك. بيطلب من حد من رجاله ان هم يجيبوا له كل اخبار ليليانا وكمان بروكس. تاني يوم بتكون تعبانة، بتيجي وبتنادي لها، بس بتقول لها انا عايزة انام شوية. بس بتقول لها الامير ان هو عايز يقابلك. بتقول لها نعم، ايه اللي جابه دلوقتي؟ وبتفز من مكانها. بتحضر نفسها كده وبتقول لو قال لي ان هو مش عايز يكمل معايا اتفاق، انا هقول له على كل حاجة، ان انا هكشف حياته بخصوص الختم. هنا بتروح وبتلاقيه
كيوت كده جايب لها ورد من الكلام ده، وبيقول لها أنسة ليليانا أنا جيت علشان أشوفك علشان أطمن عليكي. وبتقول له بصراحة اتفاجئت، ما كنتش عارفة إن هنتقابل بالسرعة دي. يرد عليها رغبتي إن أنا أشوفك بسرعة. هنا الخدم بيفضلوا يبصوا عليه وبيقولوا ده جايب لها ورد ووسيم. هنا صاحبتها بتقول لها وانتي ليه بتاكلي ايس كريم كتير؟ بتقول لها مش عارفه، لما بتضايق بحب اكل ايس كريم. وطبعا بتقول مع نفسها هرد عليها ازاي، اصلا جسمي ده مش بتاعي يعني ملوش حدود. صاحبتها بتكون عندها فضول وبتقول لها ازاي اتعرفتوا على بعض؟ بترد عليها احنا اتقابلنا في الحفله وقربنا من بعض. بتقول لها ده هيكون شريك حياتك وهو اللي هيحبك بجد، انتي بجد عندك ذوق. بتقول مع نفسها بس يمكن يكون ده نهايتي. بالليل بتقرر تقول لأهلها إنها خلاص هتفسخ خطوبتها ببروكس. طبعا أهلها بيقولوا لها خلاص أهم حاجة تكوني مبسوطة. بتتفاجئ من ردة فعلهم. مامتها بتقول لها مش لازم تعملي كل حاجة علشان سعادتنا، المهم إن انت تكوني مبسوطة، في النهاية انت بنتنا وأغلى حاجة في عندنا في الدنيا. طبعا هنا بتتكسف وبتقول لو عرفوا إن أنا أصلا ماليش روح هيعملوا إيه. تاني يوم بتروح للقصر عشان تتقابل مع نوى. هنا بتقعد كده لما قبل ما تكمل قعدتها طبعا بيقول لها يلا اتكلمي عن الختم. وبترد عليه هو انت عايز تتكلم عن الختم اللي مفقود صح لسه ما لقوهوش؟ هنا بيقول لها يلا بسرعه اتكلمي. وبتقول له اكيد دلوقتي انت كارهني علشان انت اللي سرقت الختم وفكها بقى. بيفضل يبص عليها كده وبيقول لها دي عايزه اكيد اموتها دلوقتي ولا هعمل فيها ايه. هنا بتقول له مفيش حد عارف السر ده غيري انا ونقدر نتفق مع بعض. بيقول لها خلاص انا بصراحه مليت من كلامك ده. وبتقول اكيد دلوقتي بيجربني. بان عليه ان هو اصلا مش خايف. بيقول لها مش من مصلحتك ان انت تتكلمي في الموضوع ده كتير عشان كده تقدري دلوقتي تروحي. بتقول مع نفسها اتمنى ان هو يطلب مني ان انا ما اروحش وده اللي بيحصل. بيقول لها استني هنا. بتقول له بصراحه كنت عارفه. هنا بتقول له يلا خلينا نستمر. وبيقول لها استني. تفضل تضحك كده وهي واثقه من نفسها. بيقول لها يلا خلينا نتفق مع بعض. بتقول له خلاص بس بتقول حاسه ان انا بورط نفسي اكتر لما كنت مع براكس. وبيقول لها بس انا كمان عندي شروط. هو انت مين اللي قالك الاشاعه دي؟ بتقول لي دي مش اشاعه. بيقول لها يلا قولي لي جبتي مصادرك منين؟ طبعا مش هتقدر تقول له ان انا اصلا كنت في عالم مختلف عن ده خالص عشان كده عارفه كل حاجه عنك. وبتقول له هما 6 شهور اصلا هنقضيهم مع بعض وفي النهايه مش هتشوفني نهائيا. بيفضل يضحك وبتقول له ايه اللي بيضحكك اصلا؟ رد عليها وانت ما تعرفيش انا مش بحب الكلام كتير. بيروح بيوقع في الورقه. بتتفاجئ ده وقع من غير ما يفكر اصلا. وبيقول لها ما دام الهزيمه دي مستمره انت كمان هتلعبي دورك كخطيبتي وقت ما انا عايز. بتقول له قصدك ايه؟ بيرد عليها هتفهمي بعدين، المهم بالذوق او بالعافيه هتكملي. ايه ده خطر قوي. وبتعرف انه منشور في الجريدة بوراكس طلب تعويضات علشان ليليانا هي اللي فسخت الخطوبة. وبتقول مع نفسها لو كنت اعرف ان المشكلة دي هتنحل بالفلوس كنتش دخلت نفسي في كل ده. ودلوقتي اللي بيسبب لي المتاعب هو الامير نوى، يمكن يكون اخطر من بوراكس وكل كوم والشخص ده كوم تاني. ده الحريص بتاعه اسمه ادم. وبتقول نظراته بتخوفني. اما الخدم بقى غيرانين منها. بيقولوا عندها الامير نوى وكمان الشخص الوسيم ده اللي بيحرسها. وبتقول الحمد لله ان كل حاجة عدت على خير. بتبص عليه كده وبتقول له هو انت هتكون حارسي حتى جوه القصر؟ بس مش بيرد عليها. وبتقول ايه ده ما تقول كلمة بس. وبتقول لازم اروح القصر. وبتعرف انه بيطلب منها انها تنتقل للقصر. وبتقول له بس احنا لسه مخطوبين. بيقول لها مش انتي مخطوبة بيا؟ يمكن هنتجوز هنعمل ايه عشان كده لازم تيجي القصر. طبعا بتقول ايه ده هو انت صدقت؟ وبيقول لها كأننا بنتدرب على العرس يعني. بتقول له لا ده انت زودتها. هنا بتقول لها دي هو الحارس ده مش هيروح هيفضل معاكي طول الوقت ولا ايه؟ انا بصراحة خايفة منه خصوصا السيف اللي على خصره. وبتقول لها ما تخافيش منه هو اصلا كده وباين عليه كيوت اصلا بس بتحاول تواسي نفسها. وبتقول لها جبت لك الشوكولاتات دي يمكن تحبيهم. هنا بتكون في الحديقة علشان هي بتحب الورود. وطبعا لما بتتكلم معاه مش بيرد عليها. وبتيجي اختها روز بتقولها خلينا نلعب مع بعض. جبت البالونة دي عشان اطيرها علشان انا كتبت فيها امنيتي بس لما بتطير بتعلق في الشجرة. وبتقول خلاص امنيتي راحت.
بترد عليها خلاص ما تقلقيش، خد الشوكولاته دي. وبيلاقوا انه ادم طير البالونه. بتتفاجئ وبتقول ما توقعتش منه يعمل كده. روز بتروح عنده جري وبتديه الشوكولاته، طبعا بيقبلها. ليليانا بتقول هو انت بتحب الشوكولاته؟ بيرد عليها بس براسه كده يعني بيحب. وبتقول له وفي عنده جانب تاني لطيف. بتقول له لو احتجت اي حاجه اطلبها مني. هنا بتقول مع نفسها اكيد ما جاتلوش الفرصه ان هو يتعامل كطفل. وبتودع عيلتها علشان تروح القصر الملكي. هنا بتقول مع نفسها يا ترى حياتي في القصر الملكي ده هتعدي ازاي. وبتلاقي عيلة الامير نوى في استقبالها، حتى الامير نوى بذاته في انتظارها. المشرف بتاع الخدم موجود هنا. افتكرته بصراحة عيلة الامير نوى. وبتقول له اتشرفت بمعرفتك. هنا بيقول لها قبل ما هوديك الأوضة بتاعتك لازم أعرفك عن تاريخ القصر. هنا ريليانا بتتفاجئ، نعم هو أنا لسه هتعرف على أحداثه من الكلام ده؟ هو أنا ناقصة يعني؟ وبيبدأ يعرفها عن الأحداث المرتبطة بالعائلة والتصميم من الكلام ده، لغاية ما بتعدي ساعات وبتكون هتموت من التعب. قالت ايه ده؟ هو أنا ايه اللي جبرني علشان أستحمل كل ده؟ يا خوفي لا يجي دلوقتي ويقول لي إن السرير ده هو كنز وطني. بيرد عليها نوى إن ما تخافيش السرير ده مش مشمول. بتتفاجئ ايه ده؟ هو انت ايه اللي جابك لأوضتي؟ بتعمل ايه هنا؟ وانت موجود في المكان ده؟ هو مش عيب ان انت تدخل لاوضتي من غير اذني، من غير ما تقف بتقول كل الكلام ده زي انا؟ هنا بيقول لها يعني عندك خصوصيات؟ بترد عليه طبعا بيقول لها انسي الموضوع علشان احنا دلوقتي مخطوبين. بتقول مع نفسها عندك حظ يا ابن المحظوظه علشان انت ولدت في العالم ده. وبيسألها هو انت عندك اهتمام بالرجاله؟ تفضل تضحك كده وبتقول ايه ده شكله نسي ان احنا متفقين. وبترد عليه على العموم انا مش مهتمه بالرجاله. وبيقول لها بخصوص برقص انا ههتم بيه وبعيلته علشان بكره هنبدا نجهز لخطوبتنا والكل لازم يعرف ان انت خطيبتي. وبتقوله بس ما تنساش احنا بس متفقين يعني بس قدام الناس. بيرد عليها خلاص هاخد بالي من الكلام ده كمان. وبتقوله انا نفسي اسالك سؤال. بيرد عليها ايه؟ بتفضل تبص حواليها كده وبتقول مين اللي بيعرف على اتفاقنا؟ بيرد عليها في 2 وبس، ادم وشخص تاني هتعرفيه بعدين. بتقول مع نفسها اكيد الشخص التاني هيكون غيدون مشرف القصر، بس من دلوقتي لازم العب الدور كويس علشان محدش يشك فينا. هو بيقول لها انا هرشدك وهياك قدام الناس كونك خطيبتي. ريليانا بتقوله استنى بس احنا لازم نتناقش مع بعض بخصوص العقد علشان لازم أول حاجة ما تنادينيش برسميات، لازم تناديني باسم ريليانا. بيقول لها خلاص ريليانا. تاني حاجة لازم خلاص ما تبقاش تشك فيا، أنا عارفة إن أنت بتشك فيا، ولازم قبل ما تدخل الأوضة تدق الباب وتاخد إذني، ولو رفضت بتقوله لحد دلوقتي أنا لسه محترمة نواياتك. وهو بيقول لها خلاص أنا موافق. هنا بيقول لها هو انا دلوقتي ممكن اخرج؟ ايه ده؟ دي ربيته في 5 دقايق. وبيقول لها لو احتجتي اي حاجه تقدري تطلبي مني يا ريليانا. بترد عليه ما عنديش اي سؤال، بالعكس انا مبسوطه لدرجه ان انا يمكن اعيط. ودلوقتي تقدر تروح علشان انا عايزه اقعد مع نفسي. بيقرب منها كده وبيقول لها هو انت مش دلوقتي خطيبتي ولازم تناديلي باسم نوى يا محبوبتي ريليانا؟ مش لازم نلعب الدور صح ولا ايه؟ ولا انت لازم تسيبي بيناتنا مسافه؟ بتقول ايه ده؟ هو ده قصده ايه بالظبط؟ بيقول لها يلا بسرعه، لو مش حابه تقدري تناديلي باسم حيوانات. وبتقول له مش للدرجه دي يعني، فالمره الجايه هناديك باسمك. بيقول لها دلوقتي وحالا كمان. هنا طبعا ريليانا بتتكسف بتقول ايه ده؟ هو ليه بيقرب مني كده؟ بيقول لها يلا بسرعه قولي اسمي ودلوقتي حالا. هنا بتقول له نوى، وطبعا بتتكسف اكتر واكتر مع نفسها بتقول ده بجد واحد واخد. وبيقول لها خلاص كفاية عليكي كده. ولما بيروح بيقول لها دلوقتي يا أستاذة ريليانا أنا هخرج. طبعا من زعلها ومن كسوفها بتقول ده بجد واحد قليل الأدب، إزاي بيتصرف معايا كده؟ وطبعا بيكون قاعد كده وهو مبسوط بيبدأ يضحك. بيلاقي قدامه آدم وبيقول له هو أنت رأيك إيه في البنت دي؟ بيرد عليه بصراحة البنت دي أنا شايفها غريبة. بيقول إيه ده؟ مش للدرجة دي يعني غريبة؟ دي بجد تتحب يعني. إيه ده؟ هو لحق؟ هنا طبعا تاني يوم بييجوا علشان يصحوها من النوم، ما ينفعش تفضل نايمة كتير. وبتقول ايه الحياة دي؟ طبعا لازم تتكلم زيهم وتاكل زيهم وتلبس زيهم علشان تليق بالأمير نوى. ومن كتر التعب بتقول خلاص مش قادرة أتكلم خالص، بس بترجع تقول لحسن حظي إن أنا عايشة حياة زي كده، حياة ريليانا أحسن من حياتي السابقة كانت كلها مشاكل. وبيجي ده وبيقول لها دلوقتي وقت درس الرياضيات. وبتقول ايه ده؟ هو أنا لحقت
رجعت ارتاح وبتروح تفضل تذاكر. بتقول مع نفسها وكأني في حياتي ما ذاكرت اصلا. هنا بتكون وقت الاستراحة وبتقول احسن حاجة ان انا ارتاح بس مع نفسي. وبتقول انا بجد مليت كتير. بس هوب بيجي نوع وبيقول لها مادام بتحبي تقعدي لوحدك والورود بتنزل عليكي كده هشتري لك بساتين. وطبعا بتقول هو ليه بيستفزني كده؟ وبيقول لها خد البقى دي علشانك. نعم، هو انت رومانسي ولا ايه؟ طبعا لما بتيجي تاخدها بياخدها من ايدها. بتقول له مادام مش هتديها لي ليه جبتها اصلا؟ بيقول لها بهزر معاكي، ما تعرفيش يعني ايه هزار؟ بتقول له انت بجد واحد مستفز، ممكن ما تضغطش عليا؟ بيقول لها بالعكس انت اللي لازم ما تضغطيش على نفسك وحاولي انك ما تتوتريش. هنا بتقول ايه ده، هو ليه بيتكلم معايا فجأة كده باحترام؟ وبيقول لها وكأنك مش عايزة تكوني خطيبتي المثالية. بترد عليه انا بس دلوقتي ببساطة بتعلم حاجات انا ما كنتش اعرفها يا دوغ. وبترجع تقول له نوع علشان كده بتقول له انت اصلا مالكش علاقة، وفي النهاية انا ممنوع عليا ان انا اخرج من القصر ده وانا بس بركز في دراستي. بيقول لها نوع هو انت قصدك ايه؟ يعني انها غلطتي انا؟ بتقول له مش قصدي كده يعني. وبيقول لها المهم الليلة دي هتروحي معايا حفلة رقص، علشان كده في الحفلة دي انا هعلن خطوبتنا. يما هو انت ليه مستعجل كده؟ هو بيقول لها الاسبوع الجاي هتكون مراسم الخطوبة. نعم، ليه بتعمل كده من غير ما تاخد اذني اصلا؟ بيقول لها واحنا مش متفقين؟ واحنا ما مضيناش على العقد ولا ايه؟ يلا بسرعة بلاش كلام كتير. وبتقوله انت بجد بقيت بتخوفني على فكرة. بيقول لها مفيش داعي للخوف. بتقوله هروح علشان اجهز نفسي. بيقول لها استني، مفيش داعي، في حد هو اللي هيجهزك. بصراحة الكائن الغريب ده مش عارفة اقول راجل ولا ست. وهو بيقول لها ده اللي هيجهزك. بتقول له نعم بس انا خايفه، ازاي هتسيبني مع الشخص الغريب ده لوحدي؟ بيقول لها يلا خليه يجهزك، ده اللي هيعرف لك اصلا. انا عايزه اشوفها اجمل ست في الدنيا دي. وبيفضل يلعبها كده وبيقول لها انت بجد خدودك جميله وبشرتك كمان، علشان كده سيبي لي نفسك. وبتقول ده بجد مجنون، مجنون ولا مجنونه مش عارفه. وبتقول له بس انا عندي سؤال بصراحه انا حيرانه، هو انت راجل ولا ست؟ بيقول لها دلوقتي هتزعلني منك، انا اسمي نيونج يعني راجل. هنا بيقول لها عندي سحر في ايديا هخلي جمالك حرير. ولما بيبدأ كده بيقول لها قبل ما اخلص تقدري تشوفي نفسك في المراية. بتقول انت بجد رائع، دي بشرتي انا زي الدمية، مش قادرة اصدق. بيقول لها انا هخليكي نجمة الحفلة دلوقتي وهتشوفي. طبعا بيتفقوا مع بعض وليليانا بتطلع جميلة جدا. وبيقول بصراحة نظرتي مش بتخيب، انا توقعت ان انتي هتطلعي بالجمال ده. وبتقول له الفضل يرجع عليك. بيقول لها ممكن دلوقتي تقعدي. هنا بيقول لها لما هيشوفك نوع اكيد هيطير عقله. بتقول له لازم تجيب سيرته يعني؟ بيقول لها طبعا مش هو خطيبك ولازم يشوفك جميلة وأكيد هينبسط. وحتى فيفيان شمان مين؟ بيقول لها هي بصراحة مشاكسة بس بصراحة محترمة كمان. تقول له محترم قصدك ايه؟ هنا بيقول لها خلاص اعملي زي ما انا بقولك. بتقول له بصراحة راسي وجعني. هنا بتيجي عند آدم وبتقول له رأيك فيها ايه؟ غريبة صح؟ بيفضل يبص عليها كده وبيقول ايه ده، دي بجد جميلة جدا. وبتقول ليانا مع نفسها اكيد مش هيجاوبني اصلا علشان انا متعودة. بيجي غيدون وبيقول لها ممكن اخدك دلوقتي؟ ولما بتيجي عنده المكتب بيقول لها استني شويه. بيبص لها كده وبينبهر بجمالها، مش بيعرف يقول ولا كلمه. بتقول له هو انا دلوقتي غريبه مش هتقول ولا حاجه يعني؟ بيقرب لها كده وبيقول لها يلا الحقيني. وبتقول ده حتى مش مهتم ان هو يجاملني. غيدون بيقول لها انا متاكد ان هو مكسوف علشان انت بقيتي زي حسناء. نعم، مين حسناء دي؟ وبتقول مكسوف هو اللي زيه اصلا بيتكسفوا؟ اكيد انت غلطان، مستحيل. هنا بيقول لها نوى هو انت هتبقي واقفه كده كتير؟ يلا بسرعه عشان ما نتاخرش. وبتروح وراه. بتقول له هو انت بتعرف ابتسامه الشهادات في المجتمع الرفيع؟ وبيضحك كده. بتقول له هي دي. بصراحه ضحكة نوى مختلفة خالص، وهي دي فيفيان شمال اللي اتكلم عليها نيونك. وبصراحة باين عليها انها مش سهلة خالص. ليليانا بتقول واخيرا مفيش حراس حوالينا. بتقول له يعني انت بقيت بتثق فيا صح؟ بيرد عليها لا وانتي الصادقة، بصي حواليكي كده. وبتتفاجئ لما بتلاقي بدل حارس 5 حراس. وبتقول هو انا مش هخلص منهم؟ هو انت ليه مش بتثق فيا؟ بيرد عليها مع الوقت بقى. طبعا الكل بيكون منبهر بجمال ليليانا وهي متوترة. وبيجي ابو شرف ده بيعرفها بنفسه. بيقول لها انا اسمي اريتل، شرفت بمعرفتك. بترد عليه وانا كمان شرفت بمعرفتك. هنا بيقول لها انا عرفت المشاكل اللي بينك وبين خطيبك الاولاني. نعم، ايه اللي جاب سيرته دلوقتي؟
طبعا نوى بيغير الموضوع وبيقوله ده كان من الماضي، اما دلوقتي هي خطيبتي واحنا بنحب بعض. بتقول ايه ده مصدق نفسه ولا ايه؟ ده لعب الدور كويس. وطبعا الكل بيكون عايز يرقص معاها وبيتخانقوا عليها كمان. هي بتبتسم لهم كده وبيجي نوى بيتدخل. الغيرة ابتدت اهو. بيعتذر منهم بكل أدب، بس طبعا من جواه نفسه إن هو يفرمهم. أما ريليانا نفسها تقول لهم إن كل ده تمثيل وهو ممثل بارع، إحنا مش مخطوبين ولا أي حاجة بس متفقين. وبتبصله بصات غريبة كده وبتقول هو ده الأمير نوى، مش بيحب أي حد يقرب من حبيبته أو يشاركوا فيها. هو أنا هفضل مرتبطة مع راجل زي ده ولا إيه؟ وهوب بيجي لها بيطلب منها ان هي ترقص معاه. طبعا بتتفاجئ ايه ده، هو الامير نوى رومانسي يعني؟ وبيبتدوا يرقصوا مع بعض. طبعا بتبدأ نظراتهم لبعض وعينيها في عينيه، وطبعا بتكون متوترة بس مع ذلك منسجمين مع بعض. هنا بيفضل يبص عليها كده وبيقول لها هو انت هتفضلي تبصي لي كده يعني؟ هو انت مصدقه نفسك ولا ايه؟ والكل طبعا منبهرين وبيقولوا ان هما لايقين على بعض. نوى بيقول لها بلاش تتصرفي زي بنت ريفيه، وبتقول له ما تنساش ان انا اسيره عندك، اصلا انت عارف مشاعري تجاهك. وبيقول لها ما عنديش مشكله اصلا. هنا بتقول له انت بجد واحد مخادع. وبيقول لها بلاش تتصرفي كده، دلوقتي بجد هيلاحظوا ان انت خطيبتي المزيفه. وبيفضل يبص عليها كده وبتقول ايه ده، هو انا ليه مستمتعه معاها بالرقص؟ ايه ده اصحي يا بنت. وبيقول لها بصراحه ملامح وشك بتدل ان انت يمكن بتحبيني. وبتقول له بلاش كلام فاضي، وفي حد يتكلم مع انسه بالطريقه دي وكمان في وقت الرقص؟ وبتدعس على رجله وبتعتذر منه، يعني ما كانش قصدها. وطبعا هو بيردها لها بس بالطريقه دي، بطريقته الرومانسيه. هنا بيقول لها على فكرة انت لسه عايزة تتمرني اكتر من كده يا انسة ريليانا. اما هي سرحانة بجماله ومش قادرة تقول ولا اي كلمة، وبتقول مع نفسها قلبي هيقف. هنا بيكون يونغ عايش حياته مع البنات وبيقول لهم شعرك جميل ومكياجك جميل بس حلقك مش جميل على فكرة. وبتقول ده اللي عايش حياته، بس انا ليه حاسة ان الكل بيراقبني؟ طبعا جايب لي 5 حراس طبعا هيراقبوني. هنا بتيجي فيفيان شمال. ريليانا بتقول هي دي فيفيان جميلة جدا، دي اللي اتكلم عليها نيونغ. وبتسمع الناس بيقولوا انه فيفيان كانت على علاقة بالامير نوى بس انفصلوا عن بعض. فيفيان قلبها انكسر، ما قدرتش تتحمل عكس الامير نوى. وكل العرسان اللي كانوا بيجولها كانت بترفضهم علشان عندها امل ان هي ترجع مع الامير نوى. وطبعا ما نعرفش ايه اللي حصل بعدين، هنعرف في الحلقات القادمة. وطبعا كل الناس بيقولوا لها انت جميله دي زي العاده. ريليانا بتقول ايه ده، لو عرفت ان انا خطيبه الامير نوى اكيد هكون انا هدفها وانا مش ناقصه اصلا. ركزت معايا هتكون دي نهايتي. وبتحاول تستخبى بس بيجي نوى وبيقول لها هو في حاجه؟ بتعملي ايه؟ بتقول له مش بعمل اي حاجه بس كتفي وجعاني، حاسه ان انا تعبت واحنا ممكن نروح. بيقول لها هو انت ناسيه الوعد؟ نعم، هو ايه الوعد ده؟ بيقول لها ناسيه لما قلت لك طالما المهزله دي موجوده في اي وقت انا هحتاجك هتكوني خطيبتي وهتلعبي دورك كخطيبتي الحقيقيه مش المزيفه. بتقول له نعم، ايه اللي فكرك بالوعد ده؟ هو ده وقته يعني؟ بيقول لها ايوه ده وقته. وبتقول له يعني انت محتاجه دلوقتي؟ بيرد عليها طبعا هو انت عندك مانع؟ هنا بيقول لها الست اللي واقفه هناك. ريليانا بتقول ايه ده، هو لسه زعلان مني علشان انا دوست على رجله؟ هو عايز يرميني طعم فيفيان شمال علشان تفرمني. طبعا هو ما مش قصده على فيفيان خالص. هو بيقول لها يلا بسرعه بلاش تتكلمي مع نفسك كتير علشان انا عارف انت بتقولي ايه. وبتعرف ان هو بيتكلم عن البنت دي. بيقول لها على ما يقال انه هي بنت ابو شنب ده، بس عندهم مشكله مع بعض وهي مش بنته اصلا من الاساس، ده اللي بيقولوه. وبتقول له نعم، وانا ايه اللي جبرني اصلا؟ بيقول لها يلا بسرعه حاولي تتكلمي معاها وانا بعتمد عليكي، ها انت قدها وقدود. وبتقول له بس ما تنساش المعروف ده، ها انت هتبقى مدين ليا. وهنا وهي رايحه بتقول له ما تنساش لازم ترجع لي الجميل ده، وكانها هتعمل حاجه كبيره يعني. بتقول له ما تنساش لسوء حظك ان انا اصلا بستخدم العصير يوميا يعني. وبتعمل له الحركه دي مش بيفهم اي حاجه. وطبعا ادم بيروح وراها. هنا بتيجي كده وبتعمل كانها هي اللي دلقت على البنت من الكلام ده، والبنت هي اللي خبطتها وكده. مش عارفه اللي اتكلمت كتير.
وبتقول لها انا اسفه هو حصل حاجه. بترد عليها ليليانا مفيش اي حاجه، المهم لازم تنضفي ايديكي. والخطه نجحت وهم رايحين بتيجي فيفيان شمال بتقول لها ليا الشرف ان انا اتعرف عليكي. ليليانا بتقول مع نفسها مش وقتك خالص. بتقول لها بالعكس الشرف ليا ان انا اتعرف عليكي بصراحه، وانا بسمع عنك كلام كتير. بس فيفيان بتقول للبنت دي هو انت راضيه باللي حصل لك ده؟ كافي ان انت بس تغسلي ايديكي يعني ولا ايه؟ بتقول لها ما عنديش اي مشكله. طبعا ليليانا بتغير الموضوع وبتحاول ان هي تاكل عقلها بكلمتين حلوين. بس فيفيان بتقول لها ايوه بيقولوا عني كده وكده ومش عارفه. بتقول لها بصراحه هو انت عارفه كل الكلام ده؟ هنا طبعا عايزه تعكر عليها الجو. وبتقول لها بس بيقولوا ان انت بتعملي حاجات مش جميله ومن الكلام ده، وان انت عايشه لوحدك ووحيده في حياتك. فيفيان بتحاول ما تظهرش انها زعلت وبتقول لها مع ذلك الجيل الجديد ده فخورين بيكي وبيتعلموا منك يعني، بس لازم تتعلمي تتكلمي معاهم شويه. هنا فيفيان خلاص بتنفجر والنيران بتشتغل اكتر واكتر. وبتقول لها انت لسه عايزه تتعلمي الادب والسلوك وازاي تتكلمي مع الناس، وده عيب كبير. وبيجي نيونج بيبص لفيفيان وبيقول لها ايه ده انت حضورك خفيف جدا لدرجه ان انا مش ملاحظ وجودك. وبتزعل منه. بتقول له هو انت ليه بتتكلم كده؟ هو انت نسيت نفسك؟ وبيقول لها انا مبسوطه علشان افتكرتيني وده شرف ليا. وبتقول له انت زي الفار الناكر. وبيقول لها بس انا بحب الفيران علشان لطيفه على فكره، بس انت لسه بتتسللي بين الناس زي الثعالب الخبيثه. هنا بتيجي علشان تتكلم وبيرجع عليها وبيعتذر منها. طبعا رينيانا بتقول ايه اللي بيحصل هنا؟ بيقول لها انا بجد اسف، اصلا انا عندي حساسيه من الثعالب. بتقول له ازاي تتجرأ تعمل كده؟ مش هتحمل وقاحتك. وبيغمز ليليانا علشان هو جه يساعد ريليانا وبتاخد الست دي معاها. هنا بيقول لها انا اسف ما كانش قصدي، اصلا انا عندي حساسيه من الثعالب زي ما قلت لك، بس بيلهيها بالكلام. والست دي بتقول لليانا هما الحراس دول هيروحوا معانا. بتروح عند ادم وبتعتذر منه علشان لازم يسيبوهم لوحدهم وبيوافقوا. وبترجع تروح عند ادم بتقول له ممكن تروح تقول للامير نوى انه خلاص الخطه نجحت والست معايا. وبيروحوا مع بعض. ولما بتغسل ايديها ريليانا بتقول لها ممكن تقبلي مني المنديل ده وبتشكرها. هنا بتقول لها بصراحه حياتي اتغيرت فجاه وانا لسه مش متعوده على الحياه الجديده. بتقول لها ريليانا وانا كمان ظروفي زيك يعني حياتي اتغيرت فجاه، بس هنا فجاه بيتغير وشها. بتفضل تعيط. بتقول لها ريليانا وانا عملت حاجه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ وبتحاول ان هي يتكلموا مع بعض على الازواج ومن الكلام ده. وبتحاول ان هي تعمل نفسها ان هي زعلت وكده. وبتقول بصراحه اصلا انا حياتي كلها مزيفه. وبتقول لها بصراحه انبسطت ان انا اتكلمت معاكي. هنا بتقول لها خلاص من دلوقتي احنا اصحاب. وهنا بتقول لها بس انا مدينه ليكي. بتقول لها مش للدرجه دي يعني، اصلا كل ده خطه. هنا لما بتعرف انه حياتها تعيسه وبتاخد منها شويه معلومات بتقول لها ممكن نرجع لقاعه الراس. وطبعا ابو الشعر الاحمر ده مش سايبها خالص. هنا لما بيفتح الباب بيلاقي حريق وبيقول لها انسه ريليانا هو انت كويسه؟ هو انت سامعاني؟ طبعا ريليانا مش بتقدر ترد عليه علشان في حد قافل بقها. هنا خلاص مش بتقدر تتنفس خالص وبتقع وبيغمى عليها. ومين اللي عمل الحريق ده واللي عايز يخطفها؟ تفتكروا ممكن تكون فيفيان شمال؟ هنا لما بتفوق بتلاقي قدامها الراجل ده. بتقول له هو انت مين؟ بيقول لها هو انت ايه شعورك دلوقتي؟ نفسي اعرف. بتقول له هو انت مجنون ولا ايه؟ ممكن اعرف انت مين؟ وبتفتكر لما اغمى عليها وبتقول ايه ده؟ هو ده خطفني ولا ايه؟ وبتقول هو ليه خطفني اصلا؟ هو انا عملت حاجه؟ وبتقول اكيد ده من طرف بروكس. هنا بيقول لها هو انت كويسه؟ ليه بتتكلمي مع نفسك؟ بتقول له اذا قربت مني انا هصرخ والم عليك الناس. بيقول لها ما تحاولي وتشوفي. وطبعا ما في حد بيكون سامعها. وبتطلب انه في حد يساعدها او ينقذها من المجنون ده. وبيقول لها ما تحاوليش على الفاضي. طبعا هنا بيقول لها اسمعي انا هقول لك على كل حاجه. وبتقول له اصلا انت خاطفني وانت ما تعرفش انه انا خطيبه الامير نوح. بيقول لها على فكره انت بتتكلمي كتير، هو انت عايزه اشوه وشك الجميل ده؟ بتقول له مش للدرجه دي، سيبنا نتفق مع بعض، ممكن تسيبني اروح البيت كانه ما حصلش اي حاجه. بيقول لها ايه ده؟ هو انت خفتي؟ بصراحه شكلك كده لطيف، اكيد علشان ما شوهش وشك الجميل ده صح؟ وبتقول لها ده بيتكلم بجد ولو اتكلمت اكتر من كده اكيد هيموتني. بتحاول تلتزم الصمت وبتقول مع نفسها ايه علاقته مع بروكس. هنا بتقول له اظن عندي الحق ان انا اعرف ليه بتعمل كده. وهو بيقول لها ان اخته ماتت علشان كده اخته الصغيره كانت كل حاجه في حياته، وتحول حبه للستات الى حب الفلوس. وتقابل مع بروكس ولقاه منيل ب60 نيله، واحد طماع وبيحب بس الفلوس
ويقدر يموت اي حد علشان الفلوس، واتفقوا مع بعض انهم يبدأوا يتخطبوا لأي بنت عندها فلوس. وطبعا ده اللي اقترح على بروكس ان هو يخطب ريليانا علشان هي عندها فلوس. وبتقول له هو انت شايف اختك كده هتكون مبسوطة؟ اكيد هتكون زعلانة. وبيقول لها ما انا قلت لك خلاص بقيت بحب الفلوس، ومفيش احلى من انك تكون غني. على فكرة اختي اكيد هتكون مبسوطة علشان انا بني لها قبر جميل، وفي النهاية هي خلاص ماتت. وبتقول مع نفسها لا ده مفيش فايدة ان انا اتكلم معاها. وبتحصل حادثة صغيرة، العجل بينكسر وبيكون بروكس وصل. بيقوله دلوقتي هنسيب العربية كده وهنروح جوه الغابة. وبيجي عندها بروكس تفضل تبص عليه كده، بتقوله طول عمرك خايس وقليل الادب وطماع. وبيقولها لو كنت اتجوزتني كان هيجرى ايه؟ وطول عمرك انت كمان لسانك طويل. وبتقوله خلاص انا وياك مفيش اي حاجه بينا، واتمنى ان انا اموت على اني اتجوز واحد زيك وواحد طماع. وبيقولها هو انت دلوقتي عندك الجرأة ان انت تتكلمي بالطريقه دي؟ وبتقوله ممكن تسيبني. بيحاول معاها كده بس طبعا بتديه البوكس ده، تقدر ان هي تهرب منه. هنا بتقول مع نفسها انا مش عايزه اموت، انا خايفه مفيش حد ينقذني. وبتقول ان انا عايزه ارجع البيت. هنا بترفع راسها وبتقول مفيش حاجه اسمها استسلام، وانا مش هموت، واصلا انا مش خايفه، لازم اتملك نفسي دلوقتي واكون قويه زي عوايدي. وبتضطر ان هي تقصر فستانها علشان تقدر تجري براحتها. هنا بتفضل تتمشى كده وطبعا بتكون خايفة بس عايزة تظهر ان هي قوية. وبتقول مفيش حد هيقف قصادي حتى لو كان بروكس والشلة بتاعته. وبيجي حد بيقفل بقها، بتخاف طبعا بس بيطلع البطل بتاعنا آدم. بتقوله هو انت جيت علشان تنقذني؟ وبتفضل تشكر الله انه جاء آدم في الوقت المناسب. هنا لما بتنام على كتفه آدم بيفضل يحس بإحساس غريب كده كأنها بتفكره في حبيبته من الكلام ده. بيلاقي قدامه الراجل اللي كان خطفها، بيقول له ابو العينين الحمراء انت الشهير ادم صح؟ بصراحة عندي الشرف ان انا اتعرف عليك. ريليانا بتقول ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ وبيقول دلوقتي خلاص هتموتوني يعني هتعدموني وهتسيب مامتي عايشة لوحدها يعني؟ ريليانا بتقول له ادم ممكن ما تموتوش، انا عايزاها حي. بيرد عليها زي ما انت عايزة. بيجي الدم على ايديه. طبعا ادم متعود عن الكلام ده بس ريليانا بتكون خايفة. بيقول له يلا وريني شطارتك دلوقتي، هتعمل ايه مع القرش الرهيب ده؟ اكيد دلوقتي هيفرمكم. بس طبعا ادم متعود كمان عن الكلام ده. وريليانا بتكون خايفة جدا، بتقول له خلاص دلوقتي اكيد هياكلنا. وبيقول لها ممكن تبعدي شوية كده وسيبني معاه. وطبعا ريليانا بتكون هتقع، تقول خلاص دي النهاية وانا اكيد هموت. بس بتلاقي نفسها بين ايدين الامير نوا وبتتفاجئ. بتقول له نوا هو انت بتعمل ايه هنا؟ اكيد جيت علشان تنقذني. بيرد عليها هو انت شايفة ايه؟ هو انت نسيتي ان انت خطيبتي وواجب عليا ان انا انقذك؟ هنا طبعا بيحضنها وهي كمان بتسترخي في حضنه. بس هوب بتفتكر ادم وبتقول له نزلني دلوقتي، لازم اروح عند ادم علشان اقول له ان هو يبعد من قدام القرش، هو في خطر. بس بتلاحظ ان نوا في قمة الهدوء. طبعا نوا واثق في قدرات ادم وعارف ان هو قدها وقدود. وبيقول بصراحة هو بالغ في المعركة دي. هنا بتتفاجئ لما بتلاقي ادم فرم القرش وكمان واقف فوقه يعدي من قدامهم كأنه محصلش حاجة. ريلينا بتقول ده زي الصغر. وبتيجي دي بتقول لها مولاتي هو انت بخير؟ صباح الخير. بترد عليها ايوه وبتعتذر منها عشان خافت عليها. هنا بتشاور له يلا باي باي وبتعمل له الحركة دي. طبعا دي مش بتفهم هي قصدها ايه بس هو اكيد فهم. هنا بيعرفوا ان بروكس هرب. الامير نوا بيقول لهم دوروا في كل المناطق دي، لازم تجيبولي بروكس حي. هنا بتكون دي قاعدة وهي خلاص تعبانة وزهقانة من الكلام ده. بيجي الامير نوا وبيغطيها عشان بردانة. بيقول لها دلوقتي انت استريحي وانا اكيد هلاقيه. وبتشكره. بس لما بيلاقيه بتيجي ريليانا وبتاخد منه المسدس. هنا بتفضل تضرب عليها النار وهو بيكون خايف بس هي طبعا مستمتعة بالمنظر ده. وبتقول لبروكس واخيرا مسكتك. بيقولها بس انتي اكيد فهمتني غلط. رد عليه هو ايه اللي فهمته غلط؟ كل اللي حصل ده بسببك انت، تيجي علشان تضربه بالنار. وبيقولها بس استني. هنا بتفضل تضربه بس حواليه كده علشان تخوفه وتشوف ردة فعله وهو خايف. بتقول ايه ده شعور جميل جدا بصراحة، نفسي اتصور صورة سيلفي هم وانزح على صدري. فالشي تغلي فيه. لما بتلف حواليهم كده بتلاقيهم كلهم بيبصوا عليها وهما متفاجئين من ردة فعلها. هنا بيكونوا راجعين وبتكون هي ونوا راكبين على نفس الخيل. بتقول ايه ده هو الخيل ده ليه رايح شوية شوية؟ طبعا ريليانا بتكون مكسوفة
وبتقول طب هو ليه جاي ينقذني من الكلام ده، وبيروح فكرها بعيد. وهوب بتفتكر فيفيان شمال وبتقول لها دي ما معهاش هزار، واصلا كل ده بس اتفاق بيني وبينه، وفي النهاية هيخلص. هنا بتشكره علشان جه وانقذها، وبتقول هو انا ليه مكسوبة للدرجة دي، ده انا بس شكرته اصلا. بيقول لها ده واجب عليا. وبتقول هو انا ليه حاسة بالنعاس فجأة كده، هو انا هنام؟ وفعلا من غير ما تحس بتنام، وبتكون نايمة على حضن الامير نوح، وهو كمان ماسكها بايديه وبيسأل نفسه هو ليه قلق عليها لما عرف انه خطفوها، وكان خايف عليها جدا. وبيقول ايه ده، دي وقعتني في حبها ولا ايه؟ مش ممكن يحصل الكلام ده علشان هيكون خطر عليها، بس انا لازم احميها من الكل حتى من نفسي كمان. تاني يوم الصبح الشمس بتيجي على وشها، وبتقول انا مش عايزة اصحى دلوقتي، عايزة انام كمان شوية. بس بتحس انه في حد بيلمس شعرها، ولما بتصحى كده بتلاقي نوح قاعد جنبها وهو بالشكل ده. طبعا بتتخض وبتقول ايه اللي بيحصل هنا. طبعا تفكيرها بيوديها وبيجيبها، ايه ده، هو علشان انقذني لازم ياخد المقابل يعني؟